تسعير الذهب ده بيتم ازاي؟ احلى ايام لما الذهب يزيد مثلا 300 400 جنيه. الاخطاء اللي الناس بتقع فيها لما بتشتري ذهب. انا عايزهم يبصوا على المنتج، مش يبصوا على السعر المصنعي الجولي. لا 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 لا، احنا مش بنفكر مصنعيات. الناس بتخاف لما يجي حد يفتح نفس النشاط بتاعها. بس على حسب احترام التاجر. التجار اللي جنبه ده مشكله بتقابل كل الناس، بيأمن نفسه، خايف السعر يزيد فجأة. هل لو حطيت فلوسك في البنك افضل ولا لو اشتريت بيهم ذهب؟ الذهب مش مجرد شغل وبيع وشراء. الذهب في تفاصيل كتير جدا بتفرق في فلوسك بشكل مباشر. معانا النهارده في بودكاست استوديو اس بي تي الاستاذ كرولوس عماد، صاحب محل السائح في مدينه جرجا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ محمد. منورني النهارده. ربنا يخليك، شكرا. بص، انا هو مبسوط معاك النهارده خالص. حبيبي والله. بص، هي الحلقه ايه يعني، عايزينها تطلع دسمه. مجال الذهب ده مجال واسع وكبير و... وناس كتير جدا بالفتره اللي فاتت دي بقت متابعه الذهب بسبب ان هو ايه، بدأ يرفع يرفع يرفع. النهارده عامل كام الذهب؟ النهارده 6980. ال 21 980، اه ال 24 8 8 الا لا يعني 7 900، فرق 1000 تقريبا. تقريبا ما فرق. بينه ما بينه وبين ال 18 برضه فرق 1000 تقريبا. ناس كتير جدا بتحب سوق الذهب، بتحب تسمع عنه حتى لو مش هتشتري. فاحنا محضرين شويه اسئله كده حلوين اقوم بالاسئله على طول. اول حاجه الناس هي ممكن بتتزاول فيها شويه، هو التسعير الذهب ده بيتم ازاي؟ بص، اول حاجه التسعير العالمي طبعا، او بيت الذهب دي بتكون الشاشه العالميه، الشاشه العالميه بتاعت الذهب. وبعدين مرتبطه بالدولار عندك في مم. مصر. بس في معايير واستثناءات مختلفه بالنسبه للذهب. يعني ممكن يكون في عرض اكتر من طلب، سيوله قليله اه ذهب كتير. العكس، سيوله كتير ذهب قليل. ده بيتحكم في السعر. ده طبعا. يعني طبعا لما يكون 10 عمل على منتج مختلف عن عميل واحد طبعا. اكيد، يعني كل ما بيزيد الطلب كل ما بيزيد السعر. ده في استثناءات. ده في بعض الاستثناء. عشان نكون بس بالاضافه الى ان الشاشه العالميه الشاشه العالميه مسعر الدولار بتفتح كل يوم اثنين لحد بالليل. لحد بالليل، وبتقفل يوم الجمعه الساعه 11 بالليل. سواء بقى هي بتفتح وبتقفل على حسب بقى التسعير بره يعني، ولا التسعير بره. اه وممكن طبعا الناس لمست الموضوع ده الفتره اللي فاتت، ان يوم السبت تلاقي اختلافات في سعر ده، تلاقي زاد 50 زاد 100 نقص 50 نقص 100. دي المعايير اللي بقول لك عليها والاستثناء. دي المعايير والاستثناءات اللي هي بتبقى زياده داخليه. مش دي عرض مرتبطه. لا مش مرتبطه، بتكون بالشاشه مثلا العالميه. صاروخ ضرب في اي مكان، فمتوقعين ان الشاشه العالميه هتزيد، ايوه، فما يرضاش التاجر يبيع، يروح يزود السعر. فتزود السعر وهكذا. وهكذا. ده اختلاف. يعني دي تسعير الذهب يعني مش مجرد بس ان هو الشاشه العالميه، لا ده هو كمان في تدخلات تانية زي الطلب والعرض، زي برضو استهلاك الناس للذهب في الفتره دي. صح بل كده؟ الشراء. واحنا يمكن كل حاجه بتزيد بيقبل عليها الشراء يا بشكل اكبر. يعني احلى ايام لما الذهب يزيد مثلا 300 400 جنيه تلاقي الناس النقطه التانية ومهمه جدا معانا برضو، ايه اكتر الاخطاء اللي الناس بتقع فيها لما بتشتري ذهب؟ ده سؤال حلو، سؤال حلو. وده سؤال فعلا يعني الجمهور عايزه. اكتر خطأ بيقابلنا كتجار، ايوه، ان الشخص جاي على السعر القليل، على السعر. سعر المصنعية القليل. يعني هو كده في سعر ذهب وفي سعر مصنعيه، اه فاللي بيجي يشتري بيبص على انهي مصنعيه اقل. ما صح كده؟ انا معلش، انا عايز بص كجمهور، انا عايزهم يبصوا على المنتج، مش يبصوا على السعر المصنعي القليل. طبعا كل حاجة لها درجات وهي نسب. يعني ممكن شركة محترمة، شركة نص نص، شركة تعبانة. ذهب شركات. هو كل ده في شركات، اكيد. بس في شركة تشطيبها عالي، شركة لا تشطيبها أقل. يعني ال 21 في اكتر من شركه ممكن بتدي ال اه 21. هو كل 21، بس بالظبط. في معايير ممكن
ده انا كنت فاكر ان المصنعيه دي ثابته. ثابته عند كل الناس او الناس او التاجر هو اللي بيحط المصنعيه. لا 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 لا، احنا مش بنحط مصنعيات، احنا ما الا يد تانية من المصنع نفسه. ده الكلام ده هيغير مفاهيم عند ناس لسه كتير. لسه احنا فلا اختلاف الناس في ناس فاهمه طبعا موضوع ان لا في تشطيب، في شركه محترمه، في شركه مكتوب عليها ميزانها. يعني تمام. في كذا نوع من الشركات، كل واحده على غلو التانية. وبرضه مش عايز اظلم التاجر، في تاجر بيجيب من يد اولى، تاجر بيجيب من يد تانية. اه فعشان ما اظلمش التاجر اللي زود عليه 20 جنيه في الجرام، اه طبعا انت كعميل ليك حق ان الارخص، اكيد. بس برضه تدور على الشركه المحترمه. ال 20 جنيه دي اللي زودها في المصنعيه على الجرام، اللي اه هو لو خد له 10 جرام ب 200 جنيه تقريبا. تقريبا. صح كده؟ دي فرق بقى المندوب، من مندوب لمندوب، من شخص للتاني، ده مش في ده بس، اكيد. ده في كل الشغل. ده في كل الشغل فعلا اه. طيب انت شايف حضرتك برضو بالنسبه لتسعير الذهب، لو انا باخد يد اولى ممكن اتحكم في السعر افضل من اللي بياخد يد تانية. اه بس على حسب احترام التاجر اكيد. للتجار اللي جنبه. اكيد اه. يعني هو يعني هو سوق. بس ما ينفعش اخسر صاحبي برضه، او اخسر اللي جنبي، او عشان خاطر 200 جنيه ولا 100 جنيه ولا دفع 10 جرام يعني اكيد يعني. اه بس ما ينفعش اضرب اللي جنبي، او انا عشان خاطر مثلا باخد من يد اولى فانا احرج السعر. ده طبعا صعب، يعني انا كل الناس عايزه تكسب. هو تقريبا في ممرات جرجي هنا في كام محل ذهب؟ يعني ممكن يطلعوا مش اقل من في الممرات بس، في ممرات بس اه، في اللي هو المربع بتاع الممرات يعني دول. 2 3 7 25 محل 25 محل. واكتر، ما شاء الله. مش اقل من 25. سبحان الله. هي دي طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن اطلع بره حته الذهب شويه، في حته التسويق يعني. مم. الناس بتخاف لما بيجي حد يفتح جنبها، الناس بتخاف لما يجي حد يفتح نفس النشاط بتاعها. وده للاسف في التسويق عندنا وفي البيزنس بشكل عام ده غلط. انت بتشوف دلوقتي الموبايلات، محلات الموبايلات اللي هي كلها في شارع واحد، اه وكله بيبيع وكله بيكسب. هي سبحان الله ارزاق ربنا طبعا باعتها لكل طبعا. يعني باعتها لكل واحد فينا. وبالعكس انت لما هيفتح واحد اثنين وثلاثه في المنطقه دي هيجيب لك رجل اكتر. هيجيب لك رجل اكتر. مم. فدي برضو النقطه اللي انا كنت عايز اطلع فيها. السؤال الثالث هو برضو من ضمن الاسئله المهمه: امتى اشتري ذهب وامتى استنى؟ دي يمكن ناس كتير جدا بتبقى في تردد. انا كنت في تردد لما كان الذهب ب 5000 وكسور ل 24، تمام، تقريبا لغايه لما وصل 7000 وكسور وبعد كده ما اشتريتش. عشان ترددت يعني. انا يعني هقول لك الموضوع بسيط، في حته بره الدهب بقى. اي بيت مصري بيكون فيه فلوس في البيت بتتصرف. اكيد. ازاي؟ هناخد النهارده 500، هناخد 300، مفيش بيت ما بيعملش كده. حلو. فانت بمجرد ما تخلي فلوسك قدامك تصرفه. تصرف مني. مم. فهترجع تقول ده حتى لو غلي الذهب او رخص الذهب، يا ريتني كنت جبت بيهم خاتم. انا لا حصلت خاتم ولا ولا حصلت حصلت فلوس. ولا حصلت فلوس، وتلاقيها اتصرفت في كلام. ده مشكله بتقابل كل الناس. بتجيلي زمان بتقول لي كده: يا ريتني يا استاذ كورنلوس ان انا جيت على طول اول ما قبضت الجمعيه مثلا. ما بعشقتش منها شويه ده حاجه. بنتكلم على العميل اللي هو معاه شويه فلوس صغيرين، معاه 20,000، معاه 15,000، معاه 17,000. باشا حتى لو معاه 8000، يعني لو حتى معاه 8 الجرام، صح كده؟ ما احنا خلاص الشركات سهلت علينا الامور. اه. عملت لنا سبيكه جرام، اي. عملت لنا سبيكه 2 ونص، عملت لنا سبيكه 5. فبالتالي خلت اللي هو معاه عايز يشتري ذهب ومعاه 8000 جنيه، هتشتري يستثمر في الذهب ويشتري. بالظبط. وده بالفعل سهل على ناس كتير جدا. فلا انت يعني امتى تشتري وامتى لا. معاك فلوس اشتري، معاك فلوس اشتري بدل ما تصرف. ايا كان هو رافع نازل. بعيدا عن الاستثناءات، يعني ما يكونش الذهب زايد. احنا للعلم عاملين جروب واتس كده بننزل: يا جماعه لا الذهب زايد عن سعره، ده المحل السايح بس يعني. اه انت عامل جروب لعملائك، لزباين، مش مع التجار. لا لزباين. مم. هم عارفين كده، حتى الزباين عارفه كده: يا جماعه الذهب زايد 200 جنيه عن سعره، حلو. خلي بالكم اللي عايز يشتري يشتري، بس يكون اتنبه. مظبوط.
تمام، دي الاستثناءات اللي بقول لك عليها، لكن السعر طبيعي و90% من الوقت بيكون طبيعي. مستقر يعني، اه مش مستقر. في مرحلة زيادات زي اللي حصلت أثناء حرب مثلا، اه حرب اوكرانيا، حرب حرب أوكرانيا، حرب ايران. إيران. فده كان استثناءات في وقت ان انا كتاجر غصب عني، مش انا كتاجر كبير بقى بتاع مصر مثلا بيأمن نفسه، ما خايف السعر يزيد فجأة، مظبوط. يعني بيكون لود على الكل. هو الناس بتبقى فاكرة إن اللي فاتح محل ده يا باشا ده ملياردير، ده فاتح انا مش محل. زي اول ناس بقى لما بدأت تشتري وتبيع، حست بالموضوع ده، م. حست ان لا مش كله مكسب، ده احنا بس بنحافظ على الفلوس. هنطلع فاصل ونرجع تاني في بهجاست. ورجعنا تاني، وأول سؤال يعتبر مهم: بتخسر في الذهب؟ اكيد. أكيد. مفيش حد يعني هو مفيش حد ما زي بيخسرش في الدهب. يا ما فيش حد ما بيخسرش في الذهب. مفيش تاجر ما بيخسرش في الدهب. م. بص، هي الخسارة مش بتخسر ولا ممكن يحصل عملية سرقة مثلا ولا؟ الاثنين، لسه كنت اقول لك. اه. الاثنين طبعا، انت معرض، م. انت معرض في كل حاجه، ممكن تشتري حاجه اصلا تطلع مضروب. فيها نسبه نحاس. يا طبعا، ما ده من ضمن الريسك بتاع الريسك بتاع الشغل اصلا. الشغل نفسه. اه. فلا الموضوع صعب يعني. انت لو ما انتبهتش بنسبه 90، مفيش حد بينتبه 100% يعني، م. بس لا هو ربك بيسترها طبعا الاول، للأسف دي حاطط هتبقى مواقف مشكلة كتير. كبيرة. احكي مم. لنا موقف طيب سريع كده مثلا يكون. عن سرقه ولا عن ايه؟ أكيد عن سرقة. بص انا هحكي لك موقف كده بسرعه. م. انا طلعت علبه حلقان وزنتها، بناخد احنا ميزان، فوزنتها تمام، كتبت الميزان، اتفضل يا حاجة، كانت هي وبنتها وكان في زبون تاني معايا. م. فهي ماسكة كيس، أنا مش عايز آخد سوء النية يعني. فخلصت، لا ما عجبونيش دول، تمام، خدت علبة الحلقان بوزنها. طب ناقص حلقة، ليه يا ولدي؟ ما فيش ادي ناقص الموقف. ميزان يعني. اه ناقص ميزان، ميزان 3 جرام ونص 3 جرام تقريبا. مثلا، أيوه طب يا حاجة طب أنت شايف الطريقة دي صح؟ إنك إيه، أنت تدي للعميل وزن. مش 100% صح طبعا. م. بس مش بس تقدر تعد وتفتكر الأشكال لا والحاجات. لا، لو في اختلاف في الميزان طبعا بتعد وتختلف وتفرز وكل حاجة. أكيد أه. وهقول لك ليه في الاخر، أيوه. احنا ليه مميزين في الحته دي، بنحمي العميل وبنحمي المحل. حلو. فبقول لها يا حاجه ده ناقص حلق، لا يا ولد ازاي؟ فانا مش عايز اخد سوء النيه برضه، فقلت لها طب معلش بص تحتك، بص جنبك، اكيد وجع اكيد بتاع. فقلنا في البدايه ايه معاها مسك كيس مع ايه. كيس فالعميل زبون يعني عشرة، فلاحظني بصيت لي، فبيقول لي يعني عايز نعمل ايه؟ م. فرحت بصيت على الكيس، انا مكسوف، او هي ست كبيره يعني، وما عرفش هو وجع منها فعلا ولا هي اللي حط. ممكن. فبعد ما خدت، طب يا حاجه معلش، هو طبعا قام معلش يا حاجه كده مع قومي، تمام تمام، راح ماسك الكيس، معلش طب اديني الكيس ده، فضة كيس. اتفضل الكيس، طلع انحلق. اه. طبعا انت في الموقف ده ما تحرجهاش طبعا، حتى لو هي خدت. م. فرحت واخد الحلقه، معلش يا حاجه ده اكيد وجع غصب عنك، طب تمام تمام شكرا. وستر ربنا واتسترت، وانت بتحمد ربنا ان انت برضو اه ايه طبعا، اخدت ده بالك، ما كانش موقف فيه زحمه. ممكن يعني ما حدش ينتبه في زحمه ويروح. ويروح. مم. فده من ريسك في صفحه حاليا على الفيسبوك مم. مكتوبه باسم مسروقات ذهبيه جرجة تقريبا او حاجه زي كده. مم. دي الصفحه دي لسه جديده، دي انا شايفها لسه جديده تقريبا، انتشر يعني او في اكتر من حاله حصلت في جرجة خلال الشهرين اللي فاتوا دول، حاله سرقه ممكن. بص هو مش حالة السرقة على مستوى الجمهورية. اه، ما انا فاهم، انا بتكلم بس احنا على ممكن عشان النطاق. جرجع عشان عارفينها لكن هو ممكن حد في البيت يسرق. مم. و... واحنا بنحمي العميل، وهرجع لك في اخر النقطة ازاي بنحميه 100% في كمحل موضوع سائق الفاتورة. بيحمل عميل. بيحمي العميل 100% حلو. في موضوع الفواتير والسرقات والكلام ده. حلو خالص. طيب خلصنا السؤال ده وخش على السؤال التاني. الذهب فعلا، وده سؤال بيجي في بال ناس كتير خالص. انا دلوقتي معايا 20,000، معايا 100,000، معايا 10,000، احطهم في البنك ولا اشتري بيهم ذهب؟
في ناس بتفكر التفكير ده. طبعا. طبعا في ناس بتقول البنك الفوائد ومش الفوائد وبتاع والكلام ده، مكسب وفي مضمون. وفي ناس بتقول ان الفوائد بتاعت البنك مكسبها مضمون، وفي ناس بتقول الفوائد بتاعت البنك عندنا مثلا بنقول لا حرام فوائد البنك عند بعض الناس. تمام. ففي ناس بتقول بتختلف في الجزئية دي. هل لو حطيت فلوسك في البنك افضل ولا لو اشتريت بيهم ذهب؟ بص، في جزء من الناس آه، اول حاجه بيخاف يحط دهب في البيت. ماشي. تمام. في جزء برضو من الناس عايزه مكسب مضمون. ازاي؟ انا معايا 100,000 بيطلعوا لي مثلا 2000، 3 4، خلاص انا ايه مم. اتسيستمت عليهم، هصرف منهم بس خلاص. وفي ناس تاني لا، انا بالنسبه لي لا، انا احط فلوسي في الذهب، لان الحروب اصلا جاي مع الذهب. مظبوط. معلش، انا نجيب ساويرس نفسه طلع هو في كذا موضوع ان الذهب المناجم نفسها قلت، مم. والناس والدول بتحوش ذهب. انا هكون انصح من الدول؟ لا اكيد. وانا مش هكسب من الذهب، انا بس بحافظ على قيمة الفلوس. دي الفكرة اللي عايز اوصلها للناس. يعني انت مثلا رحت اشتريت ثلاجة ب 20,000، انت لو معاك هم 20، الثلاجة بتبقى ب 30 وهم 20 قاعدين. مظبوط صح. فاهمني؟ لكن مع الذهب انت هتروح تشتري نفس الثلاجة مم. ب 30، قيمة الذهب بيكون نفس ال 30، فانت بتحافظ على الفلوس. على الفلوس مش بتكسب. وانا افترض لو حتى انت بتكسب فانت انا بحب الذهب، آه، ده بتاع ربنا، اكيد اكيد. طالع من الارض، اكيد. بتاع ربنا، انا بحبه. بص هو الذهب فعلا يعني انا ببص له ان هو حفاظ على الفلوس، بمعنى على قيمه الفلوس. زي ما حضرتك بتقول كده، هو انت بتحافظ على قيمه الفلوس. انت لو معاك 20,000 وفضلت معاك بعد شهر، بعد شهرين، ال 20,000 هي 20,000، بس تجيب لك كام جرام دهب؟ احنا بنقيسها كده يعني، فاهمني كل ازاي؟ ده تجار ده. كل او لا، وكل الناس تقريبا بتقيسها كده. مم. اللي هو الناس اللي هي فاهمه الفرق ما بين الاثنين بتبص لها من حته ان هو استثمار الذهب للحفاظ على قيمه الفلوس. فاهم. صح كده؟ مظبوط. طيب هندخل في سؤال تاني كده. هو سؤال سريع هتجاوب عليه بكلمه واحده. موافق. ذهب ولا دولار؟ ذهب. ده ايه على طول ده، ما ده فكرش. ذهب. ذهب ولا عقار؟ حسب احتياجك. سيولة سريعة، ذهب. اه. ده لا نقاش عليه. يعني هو يمكن قصدك في الميزه في السيوله السريعه انك انت لو اتزنقت ممكن تبيع بسرعه. اه. صح كده اهو. اه. لكن العقار لا، بيكون تطول صعب، طبعا. هيطول منه ما يتباع. بس في ناس محتاجة ان تسكن في شقة ملك بدل ايجار. احنا بنتكلم على فكره ذهب ولا عقار في حته اللي هو ايه تمام من زياده يعني. من زيادة ايجار. انت ساكن وعايش ملك وكل حاجه تمام ومعاك فلوس، تجيب بيها ذهب ولا تجيب بيها عقار؟ لا لا لا، ذهب. طيب تشتري في وقت السعر يكون رافع فيه، ولا تشتري في وقت ولا تستنى الدنيا تهدى شويه؟ برضه نرجع نقطة الاستثناء. ما اشتريش في سعر مش سعره، ما اشتريش هو هيعرف وهو يبيع. زايد. لا، هو بيكون باين على الصفحات، بتكون كاتبة دولار بكذا، وبعدين هم يعرفوا فين. لو سألوا محل السياحة هيقول لهم على طول. على طول. لو دخل على الستوري بتاعت محل اه، السائح. هتلاقيني جاوبتك على طول. بالظبط. مش هندخل على السؤال ده اصلا. فلا، بنقول كل شفاف لكل الناس، زايد زايد يعني. والناس وكل العملاء لو نزلت ودي على فكره مصداقيه يا جماعه. انا شايف ان هو في الكلام فيه مصداقيه اكتر، انك انت بتعرف الزباين بتاعتك ان الذهب النهارده زياده عن سعره. هو سعره مثلا 8، فهو النهارده 8,200 مثلا، فعايز يشتري اشتري. صح انا فهمت بالظبط. كده. اه بالظبط، بقول له براحتك بس هو زايد. لازم بص، احنا في محل السائح ده، حتى اللي اتعامل معانا هتلاقي كومنتات كده، كل الناس مش بنضحك عليها في ولا حاجة، بنكون أمنا جدا جدا في الكلام حتى. يعني دي كويسة كويسة. طبعا احنا هنتكلم عن محل السائح طبعا لسه، يعني انت هتقول واحدة لي واحدة. ان ايه من كلامك كده متشوق اكتر اعرف عن محل السائح، بس هنخليها في النهايه. ماشي. هل في فترات الذهب بيكون فخ؟ فخ مؤقت فخ مؤقت بمعنى؟ للمضارب، ركز في دي. للمضارب. فخ مؤقت للمضارب. مم. ازاي؟ انا معايا شوية دهب حلو. بس كده،
اروح شاري وبايع وشاري وبايع. طب ما الذهب مش كده. طب ما ممكن يجي لك وقت يكون السهم طالع تشتري في اعلى نقطة، روح نازل بعد فترة بيرجع لنفس النقطة وازيد. بس هو انت بتضارب، فانت في فخ مؤقت. يعني هو اللي بيبيع ويشتري ده بشكل مستمر ده كده يعتبر بيضارب. بيضارب. صح كده اهو. اه واوعى تضارب في ده، هيخونك مم. لازم. واللي ضرب عارف. مم. وهرجع لك في نقطة انا تاني. يمكن بحب يعني في الجزئيه دي بتكلم في نقطه ايه، هو دايما فعلا يعني لما حد بياخد رايي حتى في موضوع الذهب ده، بقول له انت لو انت ناوي تشتري ذهب عشان تخليه معاك سنه على الاقل اشتري. لا انت الشهر اللي جاي عايز تبيعه ما تشتريش، مظبوط. لا انت مش عارف الشهر اللي جاي فيه ايه، انت كل يوم مش عارف، لكن انت من دلوقتي لغايه السنه الجايه اكيد الذهب في الفتره دي هيزيد يعني. ولو ما زادش مش هيجري. اكيد دي نقطة مهمة. احنا كل حاجه لو ده مش هتقل. هنطلع فاصل وهنرجع تاني، ورجعنا تاني ليكم ومعانا فقرتين. الفقره الاولى اسئله محرجه شويه. مساء. انت اللي بتكسب اكتر كتاجر ولا المشتري؟ دخلنا في المكاسب. دخلنا في المكاسب. بص الاتنين بيكسبوا. لو انا مديك منتج نظيف ومضمون وتبيعه بسهولة عند كل التجار، فانت كده كسبان. لانك بتحافظ على فلوسك. التاجر بيكسب طبعا لان ده شغله. انا بجيبه مثلا بجنيه، ببيعه بجنيه وربع، بجنيه ونص، على حسب بحط هامش الربح بعد الايجارات بعد مش الحاجات اللي هي المصنعيه. مش كلها. مش كلها. ده هندخل في سؤال تاني بقى كده. يعني ماشي، هو بس مش كلها. يعني انا مش بنفض المصنعيه، احنا مش بنصنع في البيت. تقدر تقول لي ان المصنعيه او مفهومنا احنا عن المصنعيه غلط؟ طبعا في ناس كتير، بس في ناس فهمت. يعني برضه الدنيا اتطورت وعرفت يعني بس في ناس مش عارفه. يا جماعه انا الذهب ده بيكون فين؟ استخراج من الجبل، اكيد. بعدين بيدخل على مصانع، بعدين بيدخل على حالة انصهار، بعدين بيتشكل بشمع وبحاجات كتيرة. حلو. كل مرحلة في دول مكلفة. ما المصنعية انت بتاخدها توتال على ايه؟ على كذا، عشان اللي في يعني انت الجبل ده يطلع لك يعني غويشة. مصنعيه ال 21 مثلا كام تقريبا يعني، او رينج مثلا؟ يعني تبدأ من 200 220 قول 230 200. يعني تبدأ من قول 200. 200. ال 200 دي بتتوزع على كل اللي انت قلته ده؟ ال 200 ده كله يعني انت شامل مش كل حاجة. بتاخدها اصلا يعني؟ لا، انا بهمش ربح ممكن بي... يطلع معايا 10 20 جنيه في الاخر. اه مش هقول ان 10 20 دايما، بس طبعا في هامش ربح وبعدين في ريسك زي ما قلنا. انت بتحط ريسك وبتحط ايجارات وبتحط كهرباء وبتحط كتير. م. فلا مش كلها. ينفع تفتح محل دهب وانت مش معاك فلوس كتير؟ مخاطره. مخاطر. لو خسرت هتخسر من بتاع الشركه، حصل. فهتبقى مديون من غير ما تحس. م. فلا. لكن لما يكون عندك رصيد، طبعا لما بتخسر الرصيد اللي عندك بيغطي. حلو. دلوقتي لو احنا عايزين من حضرتك نصيحتين. نصيحتين بالنسبه لي. نصيحة لشاب أول مرة يدخل السوق، لأي شاب حابب إن هو يدخل السوق. بص نصيحتي للشباب حاليا، م. ما تستصغرش اي حاجه صغيره. يعني ما تقولش النص جرام ده هيجيبه اعمل له ايه، اوعى تعمل كده. لازم تركز في كل خطوه. لا. احنا كنا عملنا البودكاست ده من 10 سنين. اه كنت تمام، كنت مليان. بالظبط. اوعى تستصغر، اعمل خطة لنفسك بعد 5 سنين. لو انا كنت اشتريت نص نص في نص جرام في في نص نص. في نص جرام. جرام. في سبائك نص بس حاليا بتكون قليلة، مش شركة لانها مكلفة. م. بس انت لو حد مثلا معرفة معاك، احنا نزلنا حروف ربع جرام. حروف. اه حروف دي بتبقى 18 ولا 21 على ولا 18. 18؟ في منها 21 بس بتبقى معدي. 18 برضو استثماره كويس. ده سؤال. يعني صعباني. لا بص، هو بالنسبة للناس مش فاهمة ان 18 زي 21 زي ال 24. هو ده. هو دهب وليه نسب نحاس. م. يقول لك ال 21 احسن من ال 18. يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها كده. اصلا. اه لا، ال 24 ده سبايك.
ده عياره بيكون متزود له نسبة نحاس معينة. ال21 بيكون عيار 875، ده في الشركات، بيكون متزود له نحاس بنسبة معينة طبقا لمعايير الدمغ. الأعلى ال 18 اللي هي 750 بيكون متزود له نحاس أكتر. بس هل ده في عيار 14 وفي عيار 9 بره، بلاد بره، في بلاد بره بس مش في الخليج، في بلاد بره أوروبا. اوروبا يعني. عيار 9 وعيار حلو 14. يجيبوه لنا ده. ما بعدين مع بعدين زيادة الأسعار تلاقي كل اشتغل. كله جه. فلا يعني طيب النصيحة التانية من عندك. احنا قلنا أول نصيحة ما تستصغرش أي حاجة. مظبوط. طب أنا هدخل لك مش في نصيحة دهب بقى حلو. للشباب، نصيحة أنا بسمع عنها كتير اليومين دول وبزعل خالص. حلو. التسويق الإلكتروني أو الشبكات الإلكترونية أنا ما عنديش خلفية عنها. زي البيتكوين كده يعني مثلا. بسمع عنه كتير. مم. يعني أرجو من الشباب يا جماعة امسكوا حاجة في إيديكم. امسك حاجة في إيدك. أنا رايح أشتري كيلو سكر همسك وأروح. مظبوط، يعني انت لو معاك فلوس خليها في حاجة في ايدك افضل بكتير. في إيدك. أنا سافرت ما سافرتش، رحت بلد، نقلت هنا، نقلت شغلي، معايا منتج في إيدي منتج. وده الافضل. يوم ما تعك معاك الدنيا يا تبيع باشا ما المنتج. كذا مش ما انت سمعت يا استاذ محمد ان كذا شبكه وقعت اي طبعا. وكذا منصه قفلت. أي. اخلي ليه روحي في ايد غيري؟ مظبوط صح. فلا، النصيحتين اللي بقدمهم لكل الناس حتى الشباب وغيره. اول حاجه ما تستصغرش. نص جرام هيكون على جرام على 2، هتلاقي نفسك معاك 5. هتجمدهم في سبيكه، هتجمدهم في حاجه، هتلاقي نفسك خلاص بدأ يكون عندك هدف. حلو. وحلو ان يكون عندك هدف. اكيد طبعا. بس قبل ما نختم الحلقة احنا محتاجين نعرف اكتر عن محل السائح وايه المميزات اللي موجودة عنه، المميزات الموجودة عنده، عن ممكن نقول مثلا ال 25 محل. ال 25 محل اللي موجودين جنب بعض. طيب احنا في نص الكلام كده قلنا ان بتحاول تحافظ او تحمي حق العميل. انا فاكر. بحمي. انا بكتب على فكرة. برافو عليك يا سمع. انا بحميك ازاي كعميل؟ انت دلوقتي بتتعب. اول حاجه مفيش اهتمام 100% في الفواتير. يعني ممكن تشتري خاتم ما تستهمش بالفاتوره، ده مشكله المشكلة على فكرة بتواجه الناس كلها. مم. فاحنا حلينا المشكله ازاي؟ ازاي؟ انا جبت سيستم وهنزله برضه فيديو للناس. ده جديدة. سيستم في الذهب دي ما حدش جابها. انا قعدت 3 شهور يا استاذ محمد ادرس فيه لانه صعب. سيستم كمبيوتر سيستم بفواتير ده انا هعمل لك الكترونيه اصور ده. ويا باشا نصور لازم. بحمي لك برقم التليفون. مم. بتسجل رقم تليفونك كل فواتيرك اذا كان بيع ولا شراء. اشتريت انت ما معكش فاتوره. طب معلش يا استاذ كورولوس، انا دخلت مثلا من سنه من 2 انا اشتريت من عندك خاتم، اكتب رقم تليفوني اللي انا مسيف بيه. ده حضرتك عامله من زمان ولا قريب؟ لا، عامله من 2 سنين. حلو. العملاء بتوعتي عارفينه ومبسوطين بيه موت، لان في كذا حد جاني من غير فاتورة. من غير فاتوره ضاعت من سنه، من 6 شهور. نقل من بيت لبيت مثلا والفواتير ما طبعا انت اهتمش. بتبقى مسجل كل حاجة عملها، يعني كل هو اشترى عيار كام وكام جرام والعدد والشركة ايه والعدد ايه. كله. فانت فانت بتطلع لك فاتوره. طب انا اقول لك موقف مم. بسرعه. كان في دكتوره اشترت من عندي دبله، حلو. وعايز الناس كلها تركز في الموضوع ده. تمام. الدبله 5 جرام ونص. ف5.5 مش 55 مللي. طلعت لايف وفهمت الناس الفرق. 5 جرام ونص غير ال 55 مللي. 5 جرام ونص. فجت تبيعها في مصر. يعني يا جماعة 5 علامة 5 0 مش 5 علامة 0 5. مظبوط. تمام. لا ما انت شاطر يا استاذ محمد. ف بتوزنها في مصر في القاهرة. فدي عميلة عندي. طبعا هي داخلة في الجروب يعني في سابق مهارات كتيرة خالص. فبتقول لي يا استاذ كورولوس ده عايز ياخدها 5 جرام و5 مللي وانا مش معايا فاتورة. قلت لها لا، استنيني. رقم التليفون بعتته لي على الواتس، هي واقفة. رحت بعت لها الفاتورة PDF على الواتس بتاعها. جميل. هي واقفة عندي بتاع الدهب. فبتقول له ادي الدبلة وادي الفاتورة الإلكترونية. قال لها ازاي؟ ده 5 معلش انا اتلخبطت.
طبعا هو ايه، الله هي اللي اعلم. هي اللي بتحكي انا لي. بحسن النيه احنا ان هو كان تمام اتلخبط. ماشي. اتلخبط مشيها سبحان الله اتلخبط، مش لازم كده ندق. كده كده. فخلاص اتلخبط الراجل وتمام، وعايز ياخدها 5 جرام. فهل الموقف ده ما نفعش العميل؟ ده فاده 100%. طبعا طبعا انت كده وفرت عليه نص جرام، يعني تقريبا لو هي 21 دلوقتي بنتكلم في 3000 ونص، لا ده اقل طبعا. حاجه يعني. معلش العميله بعد الموقف ده هتسيب محل السائح وتشتري من اي حد تاني؟ لا، مستحيل. فهو ده اللي ميزنا بعيدا عن اي حد. دي تعتبر نقطه قوه، يعني انك انت تبقى فريد من نوعك بتقدم خدمه في وسط 25 محل وضامن المنتج بتاعي. بتنفرد بيها. وضامن المنتج، انا ممكن حد يكون اغلى من حد، بس ايه، انا بحميك في نقط معينه. طبعا احنا كده كده هنحط لينك الصفحه، وهنحط اكونت انستجرام. العنوان فين؟ انت وجاي من مجلس المدينه حلو. هتلاقي اول ممر، احنا تالت محل على الشمال. ثالث محل على الشمال، وانا جاي من ناحيه مجلس المدينه. لكن لو جاي من البنك هتسيب الممر اللي جنب البنك، هتسيبه تدخل الممر اللي جنبه، مظبوط. اخر تالت محل. جميل. يعني انت جاي من ناحيه ايوه البنك بالظبط، على يمينك بقى هتلاقي. هتلاقيه على يمينك. مظبوط. بالظبط. لو مفيش حاجه كده حصريه بمناسبه البودكاست تقولها لنا في البودكاست، يعني تبقى حصر لينا احنا ليك انت هتحفظها. او احفظها وللجمهور يعني. 13/5/2026. ده النهارده. اه اه. الذهب هيبقى 8000 عيار 21. امتى؟ قريب. عيار 21. ده حصر ليك انت. يعني اللي عايز يشتري يلحق يشتري يشتري. على مسؤوليه محل مسؤوليته الخاصة. السائح. محل سائح. اه، على مسؤوليتي. على مسؤوليته الخاصه. اللي عايز يشتري ذهب عيار 21 هيوصل 8000، وده الايام الجايه. الايام اللي جايه. قريب. يعني انا بصراحه يعني مبسوط والله خالص. انا مستنتصر. وحابب اقول لكل الجمهور، الناس اللي مش بتتابع صفحه محلات السائح، محلات السائح بتنزل ستوريات لكل الشغل اللي موجود عندها كوليكشن كلاس A لكل الناس اللي بتدور على الكلاس A. استاذ كرولوس بيقدم محتوى خاص بال يعتبر بالاستثمار وبالادخار، وده ان شاء الله باذن الله هينزل الفترات اللي جايه على معاك. اه مش بعيد عنك. لا حبيبي، ان شاء الله هينزل الفتره اللي جايه على الصفحه، بلس ان هو عامل ابديت بشكل دوري على البيج، بحيث ان هو يعرف الناس كل حاجه، وعنده جروب واتس للعملاء. للعملاء. العملاء اللي اللي هيدخل. بالظبط بيديهم كل حاجه، وزي ما احنا سمعنا في البودكاست بيقول ان هو بيبعت عليه حتى لو الذهب زياده عن سعره، يعني فمصداقيه وشفافيه مش قدامه، ولكن دي حاجه مميزه جدا لكل وبتميزه عن غيره. لكل عملاء السائح يعملوا كومنتات على الكلام اللي بقوله. هم عارفين كويس خالص ان احنا عندنا مصداقية 100%. ده اكيد اكيد. بشكرك جدا والله، واحنا هنبقى لنا لقاء تاني اكيد يعني. اكيد اكيد. إن شاء الله بعد ما الذهب يوصل 8000. ده موضوع كبير. بالظبط. بس هيجيبك اهو. اه طب اقول لك على حاجه، اه خلال السنه دي. خلال السنه دي خلال السنه دي هيوصل ايه؟ ده ب 8000. هيوصل 8000. ماشي. تمام. خلاص يعني على هو باقي اتفاقية. نص سنه، يعني باقي 6 شهور. بس تمام. فرصه سعيده خالص، وبشكرك جدا ونورتنا في بودكاست. استنونا في حلقات تانية كتير في بهاء كاست.